السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير ومناقصكم حتى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام ناجحه. اقتراح اليوم اقتراح اكثر من رائع، اقتراح هائل. غادي نحضر واحد المخيمرات طلعوا واعرين واعرين واعرين، ما نعاود لكمش عليهم كيف جاو. غادي نحضرهم طبعا بواحد الطريقه اللي سريعه كتبسط علينا الخدمه ديالهم، وبلا ما كندلكو بلا ما كنعجنو بلا ما كنضربوا فيهم تماره. كيف ما ولفتهم والنتيجه ديالهم كتجي هائله 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 بزاف بزاف. وهانتوما كتشوفوهم حليتهم معكم حتى من الوسط باش تشوفوا كيفاش كيجيونا خفاف مهويين رائعين بزاف بزاف. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات كيف ما شفتوا انا احتاجيت واحد المعلقة كبيرة عامرة ديال الخميرة ديال الخبز. الخميرة طرية، وإلا كانت الجافة حتى هي غادي ديروا معلقة. ضفت عليهم 2 كيسان ديال الماء، هنا ماشي بقياس كاس العنبة وانما فايت شوية هاد الكاس هذا. غادي نخلي لكم العبار ديالو في صندوق الوصف طبعا. 2 ديال الكيسان ديال الماء. خذوا نتوما اي كيله مثلا عندكم وعبروا بها تعبروا نفس، يعني كيف ما عبرتوا الماء غادي تعبروا الدقيق. خديتوا الزلافه ولا الكاس، المهم بحال بحال، غير الاشاره ان هذا ماشي كاس العنبه، فايت كاس العنبه. المهم 2 كيسان ديال الماء مع 2 كيسان ديال الدقيق ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب. كيف ما شفتوا خلطتهم اولا مزيان بالفويي، وعاد غادي نضيف عليهم باقي المكونات. شويه ديال الملحه، تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الملحه. وبالنسبه للعبار ديال هذا الكاس غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بالضبط شحال كياخذ ليا ديال الدقيق وديال الماء. وهنا احتاجيت الدقيق الفورس ولا الدقيق البيض. ضفت في الاول واحد الكاس بنفس الكاس باش عبرت الفينو، عبرت حتى يعني حتى الدقيق ديال الفورس. وضفت واحد المعلقه ديال الخل، معلقه ديال الخل رائعه في المخبوزات صراحه. كتخلي هاد المخمرات كيجيو فتيين هشاش، واخا يعني كيبقاو معنا لمده طويله كيبقاو محافظين على الطراوه ديالهم. ضفت مع يعني كاس واحد اخر ديال الدقيق ديال الفورس. 2 كيسان ديال دقيق الفينو مع 2 كيسان ديال دقيق الفورس. قلت لكم الا بغيتوا كيله واحده اخرى مثلا ديروا 2 زلايف ديال دقيق القم من الفورس مع 2 زلايف ديال دقيق ديال الفينو. المهم مع 2 مثلا ديال زلايف ديال الماء غادي يجيكم العبار هو هذاك، ما غتزيدوا ما غتنقصوا نهائيا. كنجمع العجينه ديالي كيف ما ولفتكم غير بدي، ما كنعلكها ما كندلكها ما كنضربش فيها نهائيا شي تماره. كيجي الدور اللي كيدلكها يعني البلاستيكه هي اللي كتقوم بهذا الدور هذا. ملي كنديرها في البلاستيكه لواحد المده كترجع العجينه طريه ومرخيه ومدلوكه راسها براسها. بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا صافي، وغادي نخليها واحد المده. هنايا الا كنتو زربانين غادي تخليوها على الاقل واحد نص ساعه. نص ساعه كتلقاوها رجعت. المهم العجينه هانتوما القوام ديالها كيتطرى كتولي رطبه ومطلوقه، نتحكموا فيها كيف ما بغينا. هذا هو الدور ديال الميكا، كيخليها كتجي طريه بزاف. صافي انا بدوري خليتها نص ساعه هنايا، يعني فيها الخميره كثيره وهذا راه مخمر، يعني كنخمروه ماشي غير كنخدموه مباشره، ضروري ما غيخمر لينا باش كيجي معنا رائع بزاف بزاف. صافي من بعد غادي نشكلوا كرات القياس اللي بغيتو. انا خديتهم هنايا الشكل ديالهم الصغير وانتوما قسموهم على شحال ما بغيتو. هنا كنحاول انني يعني نساوي داك الكويرات كلهم، اللي ناقصه كنزيد فيها واللي جات كبيره شويه كنقص منها. وهنا كيف ما شفتوا راه ما كنستعملش الزيت في المرحله الاولى نهائيا باش ما يدخلش الزيت في العجين. ومنين بدا كنبسطها نبدا كنخدمها تقطع معاكم العجينه. من الاحسن يعني كوروا قسموا العجينه ديالكم الكويرات ويديكم ناشفه بلا زيت حتى كتكوروها. من بعد كتاخذوها كشي بلاطو كتحطوا فيه الكويرات وكدهنوها داك الساعه بالزيت. دهنوها بالزيت مزيان باش ما تلصقش مع بعضياتها كيف ما شفتوا. صافيت وهنا غطيوها بواحد البلاستيكه وغادي نخليوها تخمر المره الثانيه عاوتاني. خليتها هنا 10 دقائق والحجم ديالها راه كيتغير، يعني كيتضاعف الحجم ديالها، غادي تشوفوه معايا.
بالنسبه لهنا باش غادي نورقو احتاجيت لواحد الكميه من الدقيق ديال الفينو، غادي نزيد عليه معلقه ديال الخماره ديال الحلوى، واحتاجيت للزبده مذوبه والزيت. الزبده اللي ذوبت الزبده ديال يعني هذاك النوع اللي كناكل هو باش كنخدم به، كتعطي واحد البنه عفوا كتعطي واحد البنه للمخمرات ديالنا، كيجيو بنان الا خدمتوهم بالزبده. يعني يعني النوع اللي زوين اللي كناكل انا هي باش كنخدم. صافي غادي ندوزو باش غادي نشكلوهم، وهانتوما غادي تشوفوا معايا مني ما كان يعني ما كنديروا لهمش الزيت في البدايه، ما كنقطعوهمش بالزيت، راه ما كيتقطعوش معنا فاش كنبسطوهم. يعني واخا فيهم نص ديال الفينو ونص ديال الدقيق ديال الفرص، يعني ما فيهمش الفرص اكثر من الدقيق الفينو، وما كيتقطعوش معايا في انني كنبسطهم. دائما القاعده المعروفه في المخمر ولا مسمن ولا ملوي ولا اللي كان ضروري كنبسطوها مزيان يعني حتى كيبان ليا فين كنخدم. هذا كيف ما شفتوا رقيقه بزاف بزاف. كنرش شويه ديال الزبده كندهن شويه ديال الزبده وكنرش شويه ديال الدقيق. وهنا الطريقه اللي سريعه صراحه، هاد الطريقه راه سريعه بزاف بزاف، تخدمي كميه كثيره وما تحسيش بالتعب ديالها. هي اننا باش كنقسموها يعني بهاد الاله اللي كتقطع ولا الموس، ولا ملي كنقطعوها للشرائط صافي كتسترو ليها هكا شريط على شريط كيف ما كتشوفوا. يعني الطريقه اللي سريعه وكتعطي نتيجه غزاله، يعني كيجي من الداخل ديك المنوي مورق، يعني ورقه على اختها، وبحال الشكل ديال الرزيزه كيجي غزال بزاف بزاف. غير جربوه وترحموني عليه، راه طريقه واعره وسهله بزاف. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تبين لكم الصوره بزاف بزاف. بالنسبه للناس كندقق دائما بزاف، علاش؟ على حساب الناس اللي يعني مبتدئات، ربما الفيديو ديالي صادف ناس اول مره غادي يديروا المخمر ولا المسمن، ولا المهم اللي غيديروا غادي يجيهم ناجح 100%، وهذا هو الهدف، يعني يكون معكم ناجح. كيف ما كتشوفوا هذه هي نفس العمليه، يعني بسطو مزيان كترجع لديك العجينه، يعني ديك العجينه شفافه بزاف، كيبان لينا فين كنخدموا. كنقطع شرائط وكنحاول نعاود نبسط هذوك الشرائط باش يجيوني يعني في نفس القياس. الا كانوا هكا غلاضين من الوسط ولا ملي كنعاود نبسطهم بحال ما هذا الشكل كياخذوا نفس العبار وكيترققوا معايا وكيجيو شفافين حتى هما بدورهم. وكناخذ بهذه الطريقه، يعني كنلوي الاطراف في الاول وعاد كنبدا كنلوي هذوك الوسط باش كيجيو، يعني باش كتجي هذيك الوسط غليظه وكتكوفر ليا كلشي هذاك الشيء الاخر. يعني كنجمع فيها هذوك الشرائط الاخرين، وداك الطريف كنخشيه من التحت كيف ما كتشوفوا، وكنحصل على هذا الشكل. وهنا يعني انا كنخدم يعني المخمرات الاولى كيكونوا حتى هما خمروا بما كنكملها. هي اللاطه الاولى اللي كملتها يعني اللي بديت بها كتكون خمرات حتى هي وارتفع الحجم ديالها. وبما انا كنطيب يعني الاخرين حتى هما كيكونوا كيخمروا. بالنسبه للطياب درجه ديال الحراره متوسطه، ماشي ضعيفه، راني وريتكم البوطه، وماشي مجهده، يعني حاولوا تخليوها على المتوسط باش ما يتلهبوش لكم هذوك المخمرات ديالكم ويبقاو لكم هكا يعني ما طايبينش مزيان. من الاحسن يطيبوا على المهل وفي البسط، بسطوهم مزيان لانهم ما فيهم الخميره وكيتنفخوا. فاش تبغيو يعني طيبوهم حاولوا انكم تبسطوهم في الوسط مزيان على هذا الشكل. راه هما قد ما بسطهم راهم كيطلعوا، وهانتوما كتشوفوا معايا يعني واخا بسطهم كيطلعوا كيتنفخوا وكيجيو رائعين. الطريقه ديال الطياب يعني غير كتبدا قبل ما كنقلبها وهي مازال بيضه، وكنبقى كنقلب ونعاود حتى كيتحمروا من جوج ديال الوجوه. وهانتوما كتشوفوا النتيجه ديالهم. غير عطيوهم الخاطر راهم غينجحوا معكم اكيد وغيجيو واعرين بزاف. ودائما غادي ديروهم وغادي تبقاو ديروهم وترحموني عليهم، لانهم صراحه بهذه الطريقه السرع ما كيعذبونيش وكيجيو يعني نتيجتهم كتجي غزاله. وهانتوما انا غادي كيف ما غادي نقولوا غادي نفتحها كلها باش تشوفوا حتى داك الوسط ديالها ولا الداخل ديالها بان كله يعني ما مدقص ما ملبز ما والو. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو من اروع ما يكون. ما عليكم الا انكم تخليوا لي اللايك وتخليوا لي التعليق. طبعا
الى جربتوهم، وبصحه والراحه للناس اللي غادي يجربوهم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.